اهلا بيكم، معاكم شهاب خالد، والكلام على ايه؟ طيب الاوفر برايس، هل في سيناريوهين ليه الفترة اللي جاية؟ مش هما اللي بيحددوا سعر الاوفر برايس ده؟ كلامنا النهارده عن الاوفر برايس. طب الاوفر برايس ده يا شهاب بدأ امتى؟ الاوفر برايس ده ابتدى يظهر في اول 2019 بسبب اول حاجة كورونا، وجي بعدها الغزو الروسي لاوكرانيا. ابتدت الموارد اللي احنا بنجيبها من بره تقل، واحنا طبعا عندنا في مصر عمل وقف استيراد لبعض المنتجات الغير استهلاكية اللي ابرزها طبعا العربيات. وهنا بقى تبدأ قصة الاوفر برايس. الاوفر برايس في اول 2019 ابتدت النسبة بتاعته تتزود بنسبة 2 او 3% من ثمن العربية، وكانت بتتزود بحجة ان ديت ايه؟ اصل صعوبة في ان احنا نجيب العربية، فانت هنا بتستلم فوري بدل ما تستنى المعرض تروح تقول له عايز اجيب عربية نوعها كذا، فيقول لك انت هتستنى من 3 ل 6 شهور. فدوت انا ببيعها لك فوري، بس باخد زيادة بس عشان انا بعرف اسلكها لك. وهو ولا بيعرف يسلكها ولا نيلة. هو كل الموضوع ان هو عنده العربيات ديت، بس هو عارف ان ان الوكيل بيأخر في ان هو يسلم الزبون العربية، فبيديها له بسعر اعلى شوية. ده اسمه كلام يا عالم، والله حرام. لحد هنا كانت الامور ماشيه تمام، بس بعدها بشويه التجار ابتدوا يطمعوا. فتعال اقول لك دوره شراء العربيه عندنا في مصر. انت عندك الوكيل ايا كان النوع، لما بيجي بيبيع لموزعين. الموزعين دول بياخدوا يدوا للتجار. التجار دول اللي حضرتك وحضرتك بتروح تشتري منهم. فاللي حصل كالاتي، ان الموزعين المعروفين عندنا في مصر وهم بيجيبوا العربيات من الوكلاء ابتدوا ياخدوا منهم العربيات، بس اكتشفنا ان هم بيحطوا عليها اوفر برايس. لا اله الا الله، لا اله الا الله. فطبعا التاجر لما هيروح يشتري العربية من الموزع هيشتريها بالثمن اللي الموزع دفعه للوكيل. مش هنا وبس، لا ده هو كمان الاوفر برايس اللي الموزع هيحطه التاجر كمان هيزود عليه اوفر برايس. فالموضوع اتحول من النسبة اللي هي كانت 2 و3% في 2019 وصلت النسبة لاكتر من 50% في 2021. علي النعمة، انت بتتكلم صح طبعا. طب هتسألني يا شاب، هو ازاي الدنيا بتفضل سايبة كده؟ هو ازاي مفيش رقابة؟ فاحنا عندنا جهاز اسمه جهاز حماية المستهلك. والجهاز ده ظهر امتى؟ الجهاز ده جهاز حكومي انشئ طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006. يعني الجهاز ده موجود من 2006 وتعاد تنظيمه تاني طبقا للقانون رقم 181 سنة 2018. الجهاز ده تبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، يعني حاجة معترف بيها جدا. طب حلو قوي، ايه اختصاصات الجهاز ده يا شباب؟ اختصاصات الجهاز كالآتي: ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية، تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، توفير الحماية الكاملة للمستهلك وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود القانون وإلا تعرض كل من يخالف للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك، صون وحماية المستهلكين وتحقيق مصالح جميع الأطراف في السوق، التصدي لأي فساد تجاري يتعرض له المستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج. انت بتتكلم جد؟ والذي ينتمي بدوره مستوى الخدمات والصناعات المحلية. وفي كمان تحقيق مزايا زيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية والمساهمة في النمو الاقتصادي القومي، وإلزام التجار والمستهلكين بالقانون الذي يعد خطوة حضارية هامة تجاه الارتقاء بمستوى المعاملات التجارية وتحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر معا. انا معترض. طب حلو قوي حصة الجغرافيا اللي أنا كنت بشرحها دي. كل البنود والشروط انت كمواطن تيجي تقراها او كزبون تيجي تقراها تحس ان انت عندك امان بجد. طب كان فين جهاز حماية المستهلك في 2019 لما ظهر طفرة الاوفر برايس؟ وانا مالي. والسؤال هنا، هل الاوفر برايس ده موجود في اي حتة بره مصر؟ اجابتي عليك لا. الاوفر برايس مش موجود غير في مصر بس. ده كده يبقى ربنا كرم من وسع. اي حاجة تانية بيسموها اوفر برايس موجودة بره، لا يا حبيبي، ده بيبقى زيادة بسيطة عن سعر. مثلا لو بتتكلم كعربيات، عن سعر عربيات معينة اللي هي نادر وجودها اساسا زي دوج ديمون مثلا، وبتتباع لفئات معينة وبتبقى الزيادة 1 أو 2%. يعني الزيادة اصلا مش ملحوظة. يعني انت لما تروح تشتري عربية ب50 مليون جنيه، لو دفعت 50 مليون و50 ألف هتحس بحاجة؟ المهم الجهاز دوت عمل ايه؟ بعد ما ظهر الاوفر برايس في 2019 الجهاز ده قرر في مارس 2022 ان اي عربية هتتباع هيبقى محطوط عليها ستيكر مكتوب عليها العربية دي تمنها كذا عند الوكيل. يعني العربية دي مثلا تمنها 10,000 دولار والمزايا بتاعتها كلها وكل حاجة دي تمنها كام. ولا لا لا لا. عشان ايه؟ عشان لما التاجر يروح يشتريها
فالعربيه دي مثلا انت رايح للوكيل تقول له العربيه ديت انا شايفها ثمنها 10000 دولار، يقول لك ايوه يا فندم الاستيكر اهو، احنا ما بنغشش. طب انت هتشتريها بكام؟ 15000 جنيه. ايه خبر ايه؟ اطلع بره. طب تمام قوي، حلو قوي، ادي اتفضل 10000 دولار اهو، انا عايز العربيه. لا حضرتك هتستنى 5-6 شهور. طيب تمام قوي. بالك انت يا كامل. مفيش مشكله، اتفضل ادي عربون وانا هستنى ال5-6 شهور، بعد ما يخلصوا ال5-6 شهور هاجي استلم العربيه. طب ظهرت مشكله في 2022 كانت كبيره جدا. طبعا بعد ما حصلت ازمه اقتصاديه في مصر وسعر الدولار عالي جدا، ابتدت الوكلاء ديت يرجعوا الفلوس بتاعه العربون اللي انت دفعته واتعمل عليها محاكم وحوارات. طب انا عندي سؤال هنا، هو الوكيل رجع الفلوس ليه؟ الوكيل رجع الفلوس لان في السوق السوداء، او بلاش السوق السوداء، في اي محل عندك عادي بتاع عربيات في الشارع، لو رحت تشتري من عنده العربيه يقول لك العربيه ديت انت هتروح تدفع هناك 10000 دولار عند الوكيل، وهتروح بعد 6 شهور ممكن ما يديكش العربيه وممكن يرجع لك العربون بتاعها، انما هتيجي عندي هنا هتدفع لك 15000 دولار، اتفضل خد عربيتك وامشي. طب هل انا كسبون هقدر اغلط اللي بينصب عليا دوت؟ مستحيل هقدر اغلطه. انت عندك اساسا جهاز حمايه المستهلك ابتدى يتحرك في الموضوع دوت في 2022 لما قال لك انا هبدا الزق استيكرات على العربيات. فالازمه هنا واضحه. وهنا بقى نيجي الفيديو ده اللي رئيس رابطه تجار السيارات كان في لقاء مع الاعلامي شريف عامر وكان بيتكلم على الموضوع الاوفر برايس. فتعالوا نشوف الفيديو سوا. في مصر تاجر انا ادخل اقول له انا هشتري العربيه دي منك ب100,000 ب20,000 بمليون جنيه، انا عايز اشوف فاتورتها الاصليه هوريها لي. 30,000 جنيه. هات لي بقى لو احنا سالنا 100 واحد في مصر، ال 30,000 جنيه دول بيكسبهم التاجر ولا الموزع؟ 100 واحد هقول لك لا ده اللي بيكسبهم التاجر. طيب. اللي بيكسبهم مين قولا واحدا؟ الموزع. احنا بنطلب ايه بقى في البيان اللي احنا قلناه؟ لو سمحتم يا موزعين السيارات، ودول عددهم صغير جدا كويس. مقارنه عشان الوقت اقل من دقيقه، بمقارنه بمئات الالاف من التجار، لما تبيع عربيه للتاجر تديله السعر المدفوع اللي اداهولك. اظن واضح من صيغه الرد بتاعت الاستاذ رئيس رابطه تجار السيارات ان هو مفيش رد اصلا. هو ده اللي انا نفسي افتكره، لان ببساطه شديده جدا بيقول لك لا انا رئيس رابطه التجار، فالتجار ما لهمش دعوه، احنا بنروح نشتري من موزعين، والموزعين هم اللي يكونوا حاطين الاوفر برايس دوت وما يقدروش يدوني فاتوره بالكلام ده. بالمناسبه هو ما يقدرش يحط الاوفر برايس على الفاتوره عشان ما يحطش نفسه تحت المساءله القانونيه اللي هو يقول لك انت رايح تشتري العربيه دي ب 10000 دولار وهي ثمنها 5000 دولار، طب الخمسه التانيين دول دفعوا ليه؟ فده منطقي جدا اللي هو بيقول لك ان الاوفر برايس دوت حاجه من ابتداع ايا كان التجار او الموزعين عشان ينصبوا علينا. بس اللي لفت نظري في رد الاستاذ دوت اللي هو انت بتروح للموزعين اللي هو عددهم قليل قوي في مصر. طب ولما هم عددهم قليل قوي في مصر وحضرتك رئيس رابطه تجار السيارات، هو ليه حضرتك بما انك رئيس رابطه تجار السيارات ما تتجمعش انت بما انك ليك كلمه وبتقدر تواجه الناس وتروح تواجه الموزعين دول وتقول لهم ان انتوا لو اشتريتوا العربيه عليها اوفر برايس انا مش هشتريها منكم وهروح اشتكي لجهاز حمايه المستهلك ان انت عايز ننصب على الناس. انت طبعا ما تقدرش تعمل كده عشان واضحه جدا والله اعلم ان سيادتك ليك نسبه من الموضوع. بس من الواضح ان حضرتك ما تقدرش طبعا تعمل كده، وهنا هيكون بسبب حاجتين. يا اما حضرتك هتبقى عايز توصل لي ان انا ما اقدرش اعمل كده عشان انا كده سوق العربيات عندي هيقف ومش هلاقي شغل، يا اما من الناحيه الثانيه حضرتك هتكون متفق مع الموزع على الموضوع دوت عشان يبقى انتوا الاثنين ليكم نسبه. يا راجل ودول اعتقد الحلين المنطقيين جدا بالنسبه لي بانك توافق انك تاخد العربيه من موزع وهي عليها اوفر برايس. طيب سؤالي هنا برضو هو مين اتحاسب على كم العربيات اللي اتدفع عليها اوفر برايس الفتره اللي فاتت؟ لان الاوفر برايس دوت يعتبر ضد القانون، دي فلوس محطوطه زياده على ثمن حاجه انا شاريها ماليش يد فيها، دي فلوس اتنصب عليا فيها. افتكرت القانون لا يحمي المغفلين. وهنا بقى نخش على المشكله الكبيره اللي انا جاي اكلمكم عشانها. حد عنده علم ان الاوفر برايس دخل على الادويه؟ هل حد خد باله ان الفتره الاخيره وانت رايح تشتري دواء ممكن ما تلاقيهوش في الصيدليه دي وما تلاقيهوش في الصيدليه دي كمان وما تلاقيهوش في اي صيدليه من الصيدليات، بس هتلاقي بديل، وبعد شويه بقى البديل كمان مش موجود، وبعد شويه بقى البديل مش موجود. ده بسبب ايه؟ بسبب ان الاوفر برايس بيدخل تدريجيا على ثمن الادويه، فبقى الدواء اللي بيجي لنا من بره لما بيبقى ليه سعر بقى بيتحط عليه اوفر برايس، ودوت طبعا بسبب احتكار سوق الادويه في مصر.
لبعض الموزعين. فهل مشكلة الاوفر برايس دي هتفضل ملازمانا في كل المنتجات؟ لا. هل الموضوع ده فعلا مش هنلاقي له حل؟ لا. هل هنفضل عايشين بنشوف كل حاجة بتغلى بشكل غير منطقي ومفيش وجود لرقابة حقيقية او تنفيذ عقوبات حقيقية على اللي بيعمل الغلط ده؟ لا. فانا هستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. والكلام على ايه؟